مواجهات قوية مرتقبة في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، والتي ستشهد مشاركة عربية مميزة. 9 فرق تريد أن تقول كلمتها في هذه النسخة. البداية من الوداد المغربي حامل اللقب الذي وضعته القرعة في مجموعة أولى ضمت فريقا عربيا آخر هو شبيبة القبائل الجزائري، مع كل من بيترو أتلتيكو الأنغولي وفيتا كلوب الكونغولي. الوداد سيستهل حملة الدفاع عن التاج الإفريقي عندما يرحل إلى الجزائر لمواجهة الكناري. أما الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي من حيث عدد الألقاب، فيتواجد في مجموعة ثانية تضم فرق الهلال حامل لقب الدوري السوداني، سان داونز الجنوب إفريقي، وكوتون سبور الكاميروني. مجموعة متوازنة سيباشر من خلالها زملاء القائد محمد الشناوي رحلة البحث عن اللقب الإفريقي. الإثارة ستكون حاضرة والمنافسة ستكون على أشدها في المجموعة الرابعة التي ضمت 4 فرق عربية. مجموعة وصفت بالنارية بالنظر للأسماء التي تتواجد فيها: الترجي بطل الدوري التونسي، شباب الوزداد بطل الدوري الجزائري، بالإضافة إلى الزمالك بطل الدوري المصري، والمريخ والصيف بطل الدوري السوداني. وأول مواجهة في هذه المجموعة ستكون مصرية جزائرية بين الزمالك وشباب الوزداد. أما المجموعة الثالثة فسيجد نسر الرجاء المغربي نفسه فيها ممثلا للكرة العربية في مواجهة فرق حورية الغينية، سيمبا التنزاني، وفايبرس الأوغندي. فمن سينجح في كتابة اسمه بأحرف من ذهب في نسخة جديدة من أقوى البطولات في القارة السمراء.